السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي ومستمعي لايف يوتيوب في كل مكان. بيع بزيارة خلال الشتاء وعودة جوميز لتدريب الزمالك. ما القصة؟ يواجه الزمالك أزمة مالية طاحنة بسبب سحب أرض النادي بأكتوبر، والذي خصص منها مجلس الإدارة جزء استثماري من شأنه إنعاش خزينة النادي بملايين الجنيهات. وحتى الآن تنتظر الإدارة عودة أرض النادي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي ظل الأزمة المالية الكبيرة التي تواجه الزمالك، تلقت إدارة القلعة البيضاء عرض شفهي من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مقابل دفع 7 ملايين دولار. الزمالك متمثل في جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول رفض العرض القطري وطلب للموافقة على بيع اللاعب البرازيلي الحصول على 20 مليون دولار، إلا أن مصدر بالزمالك أكد أنه في حال وصول العرض ل10 ملايين دولار فإن الزمالك سيوافق على بيع اللاعب لحل مشاكل الفريق المالية، لأن الزمالك سيتأكد يومها أن عملية رحيل اللاعب لا يقف وراءها الأهلي للعودة مرة أخرى للدوري المصري عبر بوابة القلعة الحمراء. فيما يتطلع الزمالك للتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي ومدرب الزمالك السابق في حال رحيل المدرب البرتغالي عن فريقه السعودي. واستقر الزمالك عن التعاقد مع جوزيه فورا في حال رحيله عن تدريب الفريق السعودي، حيث تشعر إدارة الزمالك بندم التفريط في خدمات جوميز. لذلك جاء الاستقرار على العمل على إعادة المدرب البرتغالي لتدريب الفريق مرة أخرى. وتعهد بعض رجال الأعمال في الزمالك بتدعيم صفقة جوميز في حال عودته مرة أخرى لتدريب الزمالك. فهل يبيع الزمالك بيزيرا ويعيد جوميز لتدريب الفريق؟ دعونا نرى.